بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الخامسة عشرة: التلوث. يكي بازدام بيسبون فرزان لم يكيدا چونيتي برسركردن لباردوخي نخوش فير بيت وهروها دربريني أويك هموشتك درست خداي قوريا وهروها دربريني سلي شيواوي وهروها دربريني هيواو أمل وپسندکردنی چەند بیرۆکەیەک کە لەم یەکەیەدا هاتووە و لەگەڵیدا ڕای خۆت بگەیەنی. ئەو شانەی تۆ لێرە فێری ئەبیت پەیوەستن بە پیسبوونی ژینگە و ئەو کێشانەی کەوا لێی دروست دەبن، وەک نەخۆشی، پاشەڕۆ، جۆرەکانی پیسبوون و پاراستنی ژینگە و ئامرازەکانی پاراستنی ژینگە. دەفن النفایات ناشتنی پاشماوەکان. ئەم گفتوگۆیە لە نێوان دوو کەسە، یەکەیان ناوی ئەحمەدە، ئەویتریان ناوی عەبدوڵڵایە. ئەحمەد دەڵێ ئەنە قادم من المستشفى، لە نەخۆشخانە دێمەوە. كنت أزور ابن صديقي صالحا، سەردانی کوڕی هاوڕێکەم کرد کە ناوی صالحە، هاوڕێکەی ناوی صالحە. إنه مصاب بالسرطان، ئەو تووشی شێرپەنجە بووە. شفاه الله، خوای گەورە شیفای بۆ بێنێ. وكيف حاله الآن، أي ئێستا دۆخی چۆنە؟ انتشر المرض في جسمه، نەخۆشیەکە مەبەستی انتشر المرض واتە ئەو نەخۆشیەکە مەبەستی شێرپەنجەیە. في جسمه لە هەموو لاشەی بڵاو بووتەوە. إنا لله وإنا إليه راجعون. بەڕێزان، ئەم کەلیمەیە بۆ کاتی ناخۆشی و مردن و لەرزدانی پارە و لەرزدانی موڵک و هەر شتێکی نەخوازراو بێتە سەر مرۆڤ دەبێ ئەمە بەکاربێنێ، نەوەک تەنها بۆ مردن. ئێستا لەناو ئێمە ئەوە باوە ئەگەر یەکێک بمرێ دەڵێ ئینا لله وئینا ئیلەیه ڕاجعون. نەخێر، بۆ هەر شتێک بەسەر تۆشدا دێ ناخۆش بوو وا بڵێ، لەبەرەوەی خوای گەورە تەعویزی دەداتەوە و هیدایەتی دەدا و خوای گەورە باشترت پێ دەدا. ئەحمەد دەڵێ كثرت أمراض السرطان في بلادنا أو في بلدنا. أم جور نخوشي كسرطانا كثرت أمراض السرطان، نخوشي شرپنجي لولاتك من دا زور بلا بوتوا. وهذا الأمر يحيرني كثيرا، أم بابتش زور سرم لشيواوا. واتا مبسي اوي كوا آية بوتي نخوشي سرطان زور بوا. عەبدوڵڵا دەڵێ صدقت، ڕاست دەکەی، ڕاست دەفەرمووی. فقد مات في مدينتنا وحدها عدد كبير خلال شهر واحد. تەنها لە شارەکەمان لە ماوەی یەک مانگدا ژمارەیەکی زۆر کەس گیانیان لەدەستدا. ماتە گیانیان لەدەستدا، عدد كبير ژمارەیەکی زۆر. ئەحمەد دەڵێ ذكرت الصحف أن هناك نفايات مدفونة في بلادنا. ڕۆژنامەکان باس لەوە دەکەن کە پاشماوە لە وڵاتی ئێمەدا نێژدراوە، واتە زۆر لەژێر زەویان داناوە، کە ئەمە شتێکی خراپە. من أين جاءت تلك النفايات؟ عەبدوڵڵا دەپرسیێ ئەی باشە ئەو پاشماوەیە لەکوێوە هات؟ أحضرت من بعض الدول الصناعية لتدفن في بلادنا. لهندێک وڵاتانی پیشەسازیەوە هێنراوە بۆ ئەوەی لە وڵاتی ئێمەدا بنێژرێت. ولماذا لا تدفن في تلك البلاد الصناعية؟ ئەی بۆچی لە وڵاتە پیشەسازیانەدا ناژێندرێت؟ أليس لهم أرض مثلنا؟ ئەی ئایا ئەوانیش وەکو ئێمە خاکیان نییە؟ واتە بۆچی لەوێ نانێژن؟ ئەلیسا وەڵامەکەی بەلایە بەڕێزان، لەبەرەوەی بەنەفیە، بۆیە دەڵێ بەلا لەهم ئەرض مثلنا، بەڵێ ئەوانیش وەکو ئێمە زەویان هەیە. ولكن لديهم منظمات لا تسمح بتلوث البيئة، بەڵام ئەوان ڕێکخراویان هەیە کە لێ ناگەڕێ ژینگە پیس بێ. وهم يخافون على شعوبهم، وأوانيش حەز ناکەن کەوا ملەتەکانیان
توشي نخوش بيبوي دلن وهم يخافون على شعوبهم. ولماذا لا نخاف على شعوبنا مثلهم؟ أي باش بوتي إيمش وكو أوان جرينجي با قال كمان دينو لا قال كمان نباريزين، وتكون لنا منظمات مثل منظماتهم. إيمش أبي رخراو من هبي وكو تون أوان رخراو يعني هي بوجين كباريزين. أحمد دلين هذا ما يجب عمله. أما پێویستە ئەمە بکرێت. الحوار دفن النفايات. أنا قادم من المستشفى. كنت في زيارة ابن صديقي صالح، إنه مصاب بالسرطان. وكيف حاله الآن؟ انتشر المرض في جسمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كثرت أمراض السرطان في بلدنا، وهذا الأمر يحيرني كثيرا. صدقت، فقد مات في مدينتنا وحدها عدد كبير خلال شهر واحد. ذكرت الصحف وأن هناك نفايات مدفونة في بلادنا. من أين جاءت تلك النفايات؟ أحضرت من بعض الدول الصناعية لتدفن في بلادنا. ولماذا لا تدفن في تلك البلاد الصناعية؟ أليس لهم أرض مثلنا؟ بلى، لهم أرض مثلنا، ولكن لديهم منظمات لا تسمح بتلوث البيئة، وهم يخافون على شعوبهم. ولماذا لا نخاف على شعوبنا مثلهم وتكون لنا منظمات مثل منظماتهم؟ هذا ما يجب عمله. استيعاب تيجيشتن. التدريب الأول: ضع علامة الصح أو الخطأ ثم صحح الخطأ. راهنان يكم نشاني راست ياخد شو دابنيو هلا كان راست بكروة. أولا: صالح مصاب بالسرطان. ثانيا: مات في المدينة عدد كبير. ثالثا: ذكرت الكتب أن النفايات مدفونة في البلد. رابعا: لا تسمح بعض المنظمات بتلوث البيئة. خامسا: الدول الصناعية تدفن النفايات في الدول الفقيرة. ونبقى بما وساكت بنيروا. التدريب الثاني: رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار. راهناني دوام أمر استانرق بخروا هروك تشون لنيو أخاوتنا كدا هاتوا. ويني بقرأوا بما وساكت بنيروا. مفردات وشكان. التدريب الأول: استعمل الكلمات التالية في جمل من إنشائك. راهناني يكم أمشان إخواروا لرصدا بكار بنا. ويني بقرأوا بما وساكت بنيروا. التدريب الثاني: ابحث عن الكلمات التالية في معجم عربي وسجل معانيها. راهناني دوام بدوي أم وشانا كالأخوار وهاتوا بقري معنى كان بدوزروا ويني بقروا بوما مساكت بنيروا. فهم المسموع يجيشتين لويك اي بي سي. استمع إلى الخبر ثم أجب عن الأسئلة التالية باختصار. نقول لمها والله بقرا دواي أويش والامي أم سيرانا بكورتي بدروا. الوحدة 15. الدرس 85. فهم المسموع. استمع إلى الخبر ثم أجب عن الأسئلة التالية باختصار. قرر مجلس مدينة بريسبين في فنلندا شراء 120 حافلة تعمل بالغاز لا بالوقود، والهدف من هذا القرار تحسين نوعية الهواء في المدينة. وسيؤدي استخدام الحافلات الجديدة التي تعمل بالغاز إلى خفض حجم الدخان في الجو بنسبة 90%، وسيؤدي هذا إلى راحة الركاب. وكان عمدة المدينة قد قال في خطاب ألقاه في الأيام السابقة إن الهدف من استخدام الحافلات التي تعمل بالغاز خفض الازدحام وتحسين مستوى الحافلات العامة وحماية البيئة. وقد درس مجلس المدينة تجربة استعمال 120 حافلة التي تعمل بالغاز، والتي استغرقت 1.5 سنة، وجاءت النتائج بأن استعمال الغاز في الحافلات الجديدة أدى إلى خفض أول أكسيد الكربون بنسبة 99%، وخفض الأدخنة الأخرى بنسبة 93%. وبناء على ذلك قرر المجلس استعمال هذا النوع من الحافلات مدة 3 سنوات أخرى. أولا،
في أي بلد مجلس مدينة بيرسبين؟ ثانيا، ما المشكلة التي تواجه المدينة؟ ثالثا، ماذا اشترى المجلس؟ رابعا، بما تعمل الحافلات؟ خامسا، ما الهدف من شراء هذه الحافلات؟ سادسا، ما نتائج استخدام الحافلات الجديدة؟ وين بقرأ بوما مساكت بنيرون. تكلم بدوين. التدريب الأول: تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك. رهنان يكم برسيار ولام آلوغور بكا لقال هابولكت. أما بدنك دينيتوا. أولا، هل تعيش في المدينة أم في الريف؟ ثانيا، هل تعيش في مدينة كبيرة أم صغيرة؟ ثالثا، هل تعيش في إحدى الدول الصناعية؟ رابعا، أين يكثر تلوث البيئة؟ خامسا، متى ينتشر مرض السرطان؟ لماذا؟ سادسا، هل تحب أن تعيش في بيئة غير نظيفة؟ لماذا؟ التدريب الثاني: قارن بين الصورتين. انظر إلى الصورتين جيدا. الصورة الأولى بمدينة فيها تلوث البيئة، وفي الصورة الأخرى قرية ليس فيها تلوث البيئة. راهنان دوام جیاوازی بکە لە نێوان ئەم دوو وێنەیە. سەیری هەر دوو وێنەکە بکە بە جوانی و بە تەواوەتی. لە وێنە یەکەمدا بریتیە لە شارێکەوە ژینگەی پیسە. لە وێنەی دووەمدا بریتیە لە گوندێک کەوا ژینگەکەی پاکە، پیس نییە. ئەمە بەدەنگ بنێرەوە بۆ مامۆستاکەت وەسفی ئەم وێنەیە بکە. ئەنواع تەلەوث البیئە: جۆرەکانی ژینگەی پیسی. تهيئة خو أمدكردن. فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. ولامي أم برسيارانا بدروا. أولا، ما أهم صور التلوث؟ جرينترين جوركاني بيسبون تشين. ثانيا، ما الأمراض التي يسببها التلوث؟ دوام أو نخوشيانة تشين كوا بيسبون دبيتهوي درزبوني أم نخوشيانا. ثالثا، هل يتلوث الغذاء؟ كيف؟ سيم آية خواردن بيس دبيت شون؟ رابعا، هل يتلوث الماء والهواء؟ كيف؟ آية أو هواء بيس دبيت شون؟ أنواع تلوث البيئة: هناك صور عديدة لتلوث البيئة، أهمها تلوث الهواء، وتلوث الماء، وتلوث التربة والضوضاء. وفيما يلي تعريف بهذه الأنواع. تلوث الهواء: الهواء الذي لا رائحة له يصبح هواء له رائحة وله لون أيضا. والسبب في هذا التلوث إحراق النفط بسبب محركات السيارات وغيرها. ويضر تلوث الهواء بصحة الإنسان، فيؤدي إلى التهاب العيون والرئة. ويسبب تلوث الهواء كذلك موت الحيوان والنبات. تلوث الماء: يؤدي إلى تقليل الماء النقي والعذب الذي يستعمله الإنسان في الشرب والنظافة. والسبب في تلوث الماء رمي المواد الكيميائية والنفايات الحيوانية والنباتية ومياه الصرف الصحي في البحار والأنهار والآبار. ويسبب تلوث الماء أمراضا كثيرة للإنسان، ويؤدي إلى موت الحيوان والنبات. تلوث التربة: يتلف هذا النوع من التلوث التربة الجيدة، ويؤدي هذا إلى فقد مساحة من الأرض التي يزرع فيها النبات لغذاء الإنسان والحيوان. الضوضاء: تكثر الضوضاء في المدن، وسببها وسائل النقل من طائرات وحافلات وقطارات وسيارات، كما تسببه الأجهزة الكهربائية المختلفة التي في البيت. وتؤدي الضوضاء إلى ضعف السمع والقلق. استيعاب تريجيشتن. التدريب الأول: ضع علامة الصح أو الخطأ
ثم صحح الخطأ. راهناني يكم نشاني راست ياخد نشاني تساوي دابنيو على كان راس بكروة. أولا أهم صور تلوث البيئة 4. ثانيا يكون للهواء لون ورائحة إذا تلوث. ثالثا يسبب تلوث الهواء موت النبات والأسماك. رابعا السبب في تلوث الهواء المواد الكيميائية. خامسا تكثر الضوضاء في القرى. وين بقربوا ما مساكت بنيرو. التدريب الثاني أجب باختصار. رهناني دوام بكرتي والله أم بسيارانا بدروا. أولا ما السبب في تلوث الهواء؟ ثانيا ما السبب في تلوث الماء؟ ثالثا إلى أي شيء يؤدي تلوث التربة؟ رابعا ما السبب في الضوضاء؟ خامسا إلى أي شيء يؤدي تلوث الهواء؟ وين بقرب وما مساكت بنيروا. مفردات وشكان. التدريب الأول هات جمع الكلمات التالية من النص واستعملها في جمل من إنشائك. راهنان يكم أمشان إخوار وكلم تكست دهاتوا كوي بكوا ولا رسادة بكاري بينا. وين بقرب وما مساكت بنيروا. التدريب الثاني ابحث عن الكلمات التالية في معجم عربي ثم سجل معانيها. رهناني دوام لفرهنجي زمان عربي بدواي معناي أمشان بقريو بوين بوما مساكت بنروا. من يحمي البيئة ومن يفسدها. چه جنگد پارێزێت و چێ تێکی ئەدا. بەڕێزان ئەم گفتوگۆیە لێنێوان چەند کەسێکە باسی ئەو کەسێ دەکا کەوا ژینگە پیس ئەکا و باسی ئەو کەسە ئەکا کەوا ژینگە ئەپارێزێت. بەدەڕ أنشأنا منظمة لحماية البيئة هل تشترك معنا؟ ڕێکخراوێکمان بۆ پارێزنی ژینگە دامەزراندووە. ئایا بەشداری دەکەی لەگەڵمان؟ عامر: بالطبع، فبلادنا تحتاج إلى مثل هذه المنظمة. بێگومان، بالطبع واتە بێگومان. وڵاتەکەمان پێویستی بە ڕێکخراوێکی وا هەیە. بدر: سنقوم غدا إن شاء الله بجولة لنرى ما يفعله الناس بالبيئة في بلادنا. إن شاء الله سبەی دەچینە گەشتێک بۆ ئەوەی بزانین خەڵک چی لە ژینگەی وڵاتەکەمان دەکەن. ستكون الجولة بالطائرة. أرجو أن تكون معنا. گەشتەکەش بە فڕۆکە دەبێت. هیوادارم لەگەڵمان بیت. عامر دەڵێ: هذه فكرة طيبة، سأكون معكم. أما بیرۆکەیەکی باشە، لەگەڵتان دێم. بدر: انظروا إلى هؤلاء الناس إنهم يفسدون البيئة. تمشاي أم خلقا بكن جينجتك ددن. عامر: هؤلاء يحرقون الغابات وأولئك يقتلون الحيوانات. أم خلقا دارستان كان دستوتينن وأمانش آجل دكجن. أحمد: وهؤلاء يلقون النفايات في البر وأولئك يلقونها في البحر. هندێک دەوانە زبل و خاشاک لەسەر زەوی فرێدەدەن. بەڕ واتە زەوی. هەندێکی تریش فرێدەدەن ناو دەریاوە. حەسان: لماذا يفسد هؤلاء الناس البيئة؟ بۆچی ئەو کەسانە ژینگە پیس دەکەن و نەناوی دەبن؟ يفسد واتە پیسکردن. ظهر الفساد في البر والبحر. براستي گەندەڵی و پیسی لەسەر زەوی و دەریا دەرکەوتووە. بدر دەڵێ: انظر إلى هؤلاء الناس إنهم يحافظون على البيئة. سەیری ئەم کەسانە بکە، ئەوانە ژینگە دەپارێزن. أحمد: صدقت، ڕاست دەفەرمووی. فهم يزرعون الأرض لإيقاف التصحر. بەڵێ، ئەمانە زەوی دەچێنن بۆ ئەوەی دروستبوونی
أم بيابانيا رابقرن عامر وأولئك يحافظون على الحيوانات النادرة حتى لا تنقرض أمانش ئاگاداری ئەو ئاژەڵە دەگمەنانە دەپارێزن بۆ ئەوەی لەناو نەچن. تەقتەریض واتە لەناو چوون، لا تەقتەریض واتە لەناو نەچن. بەدر ئەنە مەسرور جەیدا، من زۆر دڵخۆشم. فما يقوم به هؤلاء الناس عمل طيب، ئەوەی ئەو کەسانە ئەم کارێ ئەکەن کارێکی جوان و باشە. عامر نريد بيئة خالية من التلوث، ئێمە پێویستە ژینگەیەکی پاکمان هەبێ و دوور بێ لە پیسی. هذه رسالة منظمتنا بعون الله، ئەمەش پەیامی ڕێکخراوەکەمانە پشت بەخوای گەورە. استمع إلى الحوار. الحوار من يحمي البيئة ومن يفسدها. أنشأنا منظمة لحماية البيئة، هل تشترك معنا؟ بالطبع، فبلادنا تحتاج إلى مثل هذه المنظمة. سنقوم غدا إن شاء الله بجولة لنرى ما يفعله الناس بالبيئة في بلادنا. ستكون الجولة بالطائرة، أرجو أن تكون معنا. هذه فكرة طيبة، سأكون معكم. انظروا إلى هؤلاء الناس، إنهم يفسدون البيئة. هؤلاء يحرقون الغابات، وأولئك يقتلون الحيوانات، وهؤلاء يلقون النفايات في البر، وأولئك يلقونها في البحر. لماذا يفسد هؤلاء الناس البيئة؟ ظهر الفساد في البر والبحر. انظر إلى هؤلاء الناس، إنهم يحافظون على البيئة. صدقت، فهم يزرعون الأرض لإيقاف التصحر. وأولئك يحافظون على الحيوانات النادرة حتى لا تنقرض. أنا مسرور جدا، فما يقوم به هؤلاء الناس عمل طيب. نريد بيئة خالية من التلوث. هذه رسالة منظمتنا بعون الله. استيعاب تيجيشتن. التدريب الأول: ضع علامة الصح أو الخطأ ثم صحح الخطأ. راهنانية كم نشاني راس ياخد شو دابنيو والله كان راس بكرو. أولا: أنشأ بدر وأصدقاؤه منظمة لحماية الحيوانات. ثانيا: قام الفريق بجولة بالطائرة. ثالثا: بعض الناس يفسدون البيئة وبعضهم يحافظون عليها. رابعا: الذي يلقي النفايات في البحر يحافظ على البيئة. خامسا: المنظمة تريد بيئة خالية من الحيوانات. وين بقربوا ما مساكت بنيروا. التدريب الثاني: أجب باختصار عما يلي. راهنان جوان بكرتي ولامي أم برسالانا بدروا. أولا: لماذا اشترك عامر في المنظمة؟ ثانيا: ماذا شاهد بدر؟ ثالثا: ماذا شاهد أحمد؟ رابعا: ماذا يفعل الذين يحافظون على البيئة؟ خامسا: ما رسالة المنظمة؟ وين بقربوا ما مساكت بنيروا. مفردات وشكان. التدريب الأول: استعمل الكلمات التالية في جمل من إنشائك. أم مشانة لرصدا بكار بينا. وين بقربوا ما مساكت بنيروا. التدريب الثاني: ابحث عن الكلمات التالية في معجم عربي ثم سجل معانيها. راهنان دوام بدواي أم مشانة بقر لنا وفرهنقا دواء أيش معنى كان بدو زروا بوين بوما مساكت بنيروا. فهم المسموع تيجيشتين لويك أي بستي. استمع إلى الخبر ثم أكمل العبارات التالية. قوي لم هوالا بقروا بوشاية كان قرب كروا. الوحدة 15، الدرس 87، فهم المسموع. استمع إلى الخبر ثم أكمل العبارات التالية. يخاف العالم الآن من ارتفاع درجة حرارة الأرض، وقد كتبت تقارير عديدة في هذا الموضوع. قال أحدها إن درجة الحرارة
ربما ترتفع 6 درجات مئوية في الولايات المتحدة ابتداء من سنة 2100 للميلاد، وأن مستوى سطح البحر سيرتفع 60 سنتيمترا. وقال أحد العلماء إن تغير الجو أدى إلى موت 100,000 شخص في أنحاء الأرض، أغلبهم من الدول النامية مثل الهند وفنزويلا. وقال عالم آخر إن ارتفاع درجة حرارة الأرض أدى إلى هجرة 300 مليون شخص من بلادهم منذ سنة 1997 للميلاد. وأضاف أن جو الأرض تغير في السنوات الأخيرة ما بين 10 و50 مرة. ويقول العلماء إن غاز ثاني أكسيد الكربون هو السبب الرئيس في تآكل طبقة الأوزون، وهذا يؤدي إلى تغير درجة الحرارة على الأرض. ومن ناحية أخرى يؤدي ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى موت النبات والحيوان ووقوع المجاعات، وقد يؤدي هذا إلى القضاء على الإنسان إذا قدر الله ذلك. أولا، أكبر مشكلة تواجه العالم. ثانيا، أدى تغير الجو إلى. ثالثا، معظم الذين ماتوا من. رابعا، عدد الذين هاجروا من بلادهم بسبب ارتفاع الحرارة. خامسا، تغير جو الأرض ما بين. سادسا، قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض إلى. تكلم بدوي. التدريب الأول: قارن بين الصورتين. رهنان يكم جیاوازین نێوان ئەم دووێنەیە بکە بە ڤۆیس بینێرەوە. التدريب الثاني: قارن في فريق من زملائك بين مجموعة من الناس تفسد البيئة ومجموعة أخرى تحافظ على البيئة. رهناني دوام جیاوازی بکە لە دوو گروپدا. گروپی یەکەم باسی خەڵکانێک دەکەن کەوا ژینگە پیس دەکات، و گروپی دووەم باس لەوە دەکات کەوا چۆن خەڵکانێک پارێزگاری لە ژینگە دەکەن. بە ڤۆیس ئەمە بنێرەوە. وسائل المحافظة على البيئة: ئامرەزەکانی پاراستنی ژینگە. تهيئة بۆ ئامادەکردن. فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. بير لوەڵامدانەوەی ئەم پرسیارانە بکەرەوە. أولا، هل في بلدك منظمة تحافظ على البيئة؟ رخراوێک هەیە لە وڵاتەکەتدا ژینگە بپارێزێت؟ ثانيا، إلى أي شيء تدعو هذه المنظمة؟ دوم، ئەم ڕێکخراوەیە بانگێشی چی ئەکات؟ ثالثا، كيف يحافظ الإنسان على البيئة؟ سيم، چۆن مرۆڤ دەتوانێت ژینگە بپارێزێت؟ رابعا، ما أخطار التلوث على الإنسان؟ چوارم، مەترسیەکانی پیسبوون بۆ سەر مرۆڤ چین؟ وسائل المحافظة على البيئة. على الإنسان أن يحافظ على البيئة التي يعيش فيها وألا يفسدها، لأنها من أعظم نعم الله على عباده. وفي كثير من بلاد العالم اليوم منظمات تدعو إلى المحافظة على البيئة، وتقوم تلك المنظمات بأعمال عديدة، منها بيان أخطار تلوث البيئة على الإنسان والحيوان والنبات، ومراقبة الحكومات والمؤسسات التي تفسد البيئة، وذكر وسائل المحافظة على البيئة. من وسائل المحافظة على البيئة التي يدعو إليها الإسلام غرس الأشجار. ومن الخطأ إحراق الغابات كما يحدث في بعض البلاد الآن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة أي نخلة صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. ويطلب هذا الحديث من الإنسان أن يزرع الأرض ويجعلها خضراء. وهذه من أفضل الطرق للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث. من وسائل المحافظة على البيئة أيضا عدم الإسراف في استهلاك الماء، وبخاصة
إذا علمنا أن الماء العذب قليل على الأرض، وتواجه كثير من الدول أزمة في المياه، وتؤدي قلة المياه في بلد ما إلى تقليل الزراعة والصناعة فيه، وقد تؤدي أزمة المياه في العالم إلى حروب بين الدول. ولأهمية الماء، فإن الإسلام ينهى عن الإسراف فيه في كل شيء، حتى في العبادات. استيعاب تيجيشتن. التدريب الأول: ضع علامة صح أمام العبارة تحت يحافظ، أو الخطأ تحت لا يحافظ على البيئة. راهنان يكم نشان الراست برامبر أو دسوا جزدا بنيك ونسراوا لجيري يحافظ، ياخذ نشان صوت لجير لا يحافظ واتنا بارزي لجيري دابنيو مزواني جوي بقرا. أولا: شخص يبين أخطار التلوث. ثانيا: شخص يفسد البيئة. ثالثا: شخص يغرس الأشجار. رابعا: شخص يدعو للمحافظة على البيئة. خامسا: شخص يحرق الغابات. سادسا: شخص يسرف في استهلاك المياه. ببين أبو مامساكت بنيرو. التدريب الثاني: ضع علامة صح بجانب الفكرة الرئيسة في كل فقرة. راهنان دوام نشان راست لتنيشت بيروكي سركي دابني لهر برغيكا. أولا: الفكرة الرئيسة في الفقرة الأولى تتحدث عن يكم بيروكي سركي لبرغي يكم دا باس لا ألف المنظمات التي تحافظ على البيئة. باء أن البيئة من نعم الله. جيم أخطار التلوث. ثانيا: الفكرة الرئيسة في الفقرة الثانية تتحدث عن بيروكي سركي لبرغيد ومباسي ألف غرس الأشجار. باء وسائل المحافظة على البيئة. جيم حرق الغابات. ثالثا: الفكرة الرئيسة في الفقرة الثالثة تتحدث عن سيم بيروكي سركي لا برغي سيما باس لا ألف أزمة المياه. باء الإسراف في الماء. جيم عدم الإسراف في الماء. بوين أبو ما مساكت بنيرو. مفردات وشكان. التدريب الأول: هاتي جمع الكلمات التالية من النص واستعملها في جمل من إنشائك. راهناني يكم أمشانك لتكستك دهاتوا كوي بكرو بكاري بينا لرصداو وما مساكت بنيرو. التدريب الثاني: ابحث عن الكلمات التالية في معجم عربي ثم سجل معانيها. راهناني دوام ودواي أمشان دا بقرين لفرهنجة عربي دواي أويش مانا كاني بدوزرو وما مساكت بنيرو. تعبير موجه دربريني آرستكراو. التدريب الأول: حول الحوار الأول الوارد في هذه الوحدة إلى نص سردي مبتدئا بما يلي. راهنا يكام گفتگوی یکم کلم یکی دهاتوا بشوي سردي باز بكا كبام شويدس بيبكا. رجع أحمد من المستشفى حيث كان يزور ابن صديقه صالحا الذي أصابه مرض السرطان. بوما مساكت بنيروا. التدريب الثاني: اكتب موضوعا بعنوان أنواع تلوث البيئة مستعين بالنص الثاني الوارد في هذه الوحدة. راهناني دوام بابتا يقولوا سبنا ونشاني أنواع تلوث البيئة فش بستين بتكستي دوام كلم يكيدهاتوا. التدريب الثالث: اكتب موضوعا بعنوان كيف نحافظ على البيئة من التلوث مستعين بالنص الأخير الوارد في هذه الوحدة. راهناني سيم بابتا يقولوا سبنا ونشاني كيف نحافظ على البيئة من التلوث فش بستين بكوتا تكست كلم لم يكيدهاتوا. وين بقربوا ما وصاكي بنيرو.